تاريخ تونس وتراثها. تونس تقع في شمال أفريقيا، وهي من الدول المتميزة بتاريخها العريق وحضارتها الغنية. بداية من الفينيقيين الذين أسسوا مدينة قرطاج في القرن التاسع قبل الميلاد إلى وصول الرومان الذين جعلوا منها واحدة من أبرز مدنهم في شمال أفريقيا. أثار ثلاثة حضارات قديمة مثل قرطاج وتونس الرومانية تقدم لمحات رائعة عن الماضي. أطلال قرطاج هي تحفة أثرية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، حيث تشهد على عظمة الإمبراطورية القرطاجية التي كانت منافسة شرسة لروما. بعد سقوط قرطاج، أصبحت تونس جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية، وفي القرن السابع الميلادي دخلت تونس مجال الحضارة الإسلامية، حيث تشهد البلاد على تراث معماري إسلامي عظيم مثل جامع زيتونة في العاصمة تونس. كما تعد تونس مسرحاً للعديد من الثقافات، من الغزاة الأمازيغ إلى الفتوحات العربية إلى التأثيرات الأوروبية في العصور الحديثة، ما يجعلها غنية بالتراث والتقاليد المتنوعة. التراث التونسي لم يقف عند الحد التاريخي، بل يمتد إلى الثقافة الشعبية والتقاليد الفنية كالموسيقى والرقص والمأكولات المحلية التي تحمل بصمات الحضارات المتعاقبة التي مرت بتونس. المواقع الواقعية. عند زيارة تونس لا يمكن إلا أن تستمتع بجمال قصورها العتيقة ومدنها المدهشة، مثل سيدي بوسعيد البيضاء والزرقاء التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، مظهرة جمال الطبيعة والهندسة المعمارية الأنيقة. كما يمكن للزائرين أن يستكشفوا الجمال الطبيعي للصحراء التونسية في الواحات والرمال الذهبية في دوز، وزيارة جزيرة جربة للتمتع بالشواطئ الخلابة والمنازل البيضاء التقليدية. تعتبر تونس مزيجاً فريداً بين القديم والجديد والتاريخ والحداثة، مما يجعلها وجهة سياحية لا تفوت للزوار من كافة أنحاء العالم.